حبايبي اخباركم ايه؟ وازاي احوال الفيديوهات السابقه؟ يا ترى بتستفيدوا معايا ولا لا؟ والنهارده ان شاء الله هنشتغل معاكم جزئيه بسيطه خالص ولكنها مهمه جدا برضو، بتتكرر معانا في امتحانات الثانويه العامه. فنركز كده مع بعض ان شاء الله. في عندنا في اللغه الانجليزيه حاجه اسمها الصفات المنتهيه بالواو. عارفين ان الصفه استخدامها ايه؟ يصير كلمه تصف الاسم وتاتي قبله، تمام؟ وبتيجي بعد ايه؟ بتيجي بعد فيرب تو بي، تمام؟ يبقى قبل الاسم وبعد فيرب تو بي، وهناك افعال اخرى بتيجي بعدها صفات برضو كتيره يعني. انا هركز بس في جزئيه النهارده على صفات منتهيه بالواي. واحد يقول لا هو فيها مستر صفات منتهيه بالواي؟ امال الصفه تنتهي بالواي يبقى الحال او الظرف ينتهي بايه؟ اقول لك الاحوال برضو تنتهي بالواو. بنسبه كام؟ بنسبه قول 95%. علشان احول الصفه الى ظرف او حال بحط في نهايه الصفه ايه؟ ال واي. زي مثلا على سبيل المثال كويك. كويك يعني ايه؟ يعني سريع، تمام؟ عايز اخليها حال او ظرف، عايز ازود لها ال واي تبقى كويكلي، يبقى معناها بسرعه. يبقى اضافه ال واي ديت خلت الصفه ديت اللي هي كويك الى ايه؟ ظرف. واحد يقول لا طب ازاي بقى يبقى ظرف ال واي والصفه اخرها ال واي؟ افرق بينهم ازاي دول؟ اقول لك في لكل قاعده شواذ. عندنا بعض الصفات في اللغه الانجليزيه بتنتهي بال واي، زي مين؟ زي فريندلي. فريندلي يعني ايه؟ ودود. اجلي قبيح. سيلي سخيف. كاوردلي جبان. بمناسبه سيلي، لو واحد اسمه مان، واحد اسمه سليمان ما بتقولش سليمان، تبقى بتقول سليمان ده يبقى بتشتمه كده، سليمان يعني رجل سخيف. سليمان يقولوا عليه سليمان، تمام؟ لافلي. لافلي يعني ايه؟ جميل او محبوب. ليفلي حيوي. فاذرلي ابوي او حنون، تقول ابويا ده راجل طيب حنين عليا. ماذرلي حنون، تمام؟ او طيبه يعني، جنب كلمه ماذر يعني ام، تمام؟ طيب لما اقول هي از فريندلي، هي از فريندلي يبقى فريندلي ديت صفه جت بعد فيرب ايه؟ فيرب تو بي. يبقى از فريندلي يعني هو ودود، يبقى فريندلي ديت صفه وليست ايه؟ ظرف، وان الصفات بتيجي بعد فيرب تو بي، تمام؟ طب انا عايز اخلي الصفات دي اللي اخرها ايه؟ اللي هو ديت اخليها ظرف او حال. نخليها ظرف او حال ازاي؟ قال لك في قاعده او في حاله بنمشي عليها اهوت عشان اخلي الصفه دي اللي اخرها اللي هو ديت ايه؟ ظرف. ايه هي؟ هنحط الفاعل ونجيب الفعل اكت او بيهيف او كوندكت بمعنى يتصرف. اكت بيهيف كوندكت معنى يسلك او يتصرف او يتعامل. والله الفاعل مفرد يبقى نحط الاس اكتس بيهيفز كوندكتس. الفاعل جمع هنشيل الاسم، ده في زمن مضارع بسيط. طب لو الجمله في الماضي هتقول اكتد بيهيفد كوندكت. وبعدين بعد ما نحط الفعل ده هنحط ايه؟ ان او ان ان، وتحط لي الصفه وفي الاخر كلمه واي او مانر او بيهيفير. واي يعني بطريقه يعني، يبقى كلمه واي طريقه، ومانر يعني اسلوب، وبيهيفير يعني سلوك. يبقى علشان اخلي الصفات المنتهيه بالواي ظرف هحطها في القاعده اكت ان اي او ان الصفه واي، او بيهيف او كوندكت ان اي ان الصفه مانر او بيهيفير. طيب واحد يقول لي الاي والان دي لازمتها ايه؟ الاي والان ده بتحط بناء على مين؟ على بدايه الصفه. يعني لو الصفه بدأ بحرف ساكن او صوت ساكن تاخد ايه؟ بدأ بصوت متحرك تاخد ايه؟ ان. على سبيل المثال اهو نفس الجمله دي هي از فريندلي، عاوز اخليها ظرف او حال يبقى تقول هي اكتس ان ا فريندلي واي. يبقى حطيناها من كلمه ايه؟ ان ا او ان وكلمه واي. يبقى انا خليتها كده هو يتصرف بطريقه وديه. يبقى حولت انا كده الصفه المنتهيه الصفه المنتهيه بالواي الى ظرف باضافه او ان انا احط القاعده اكت ان اي او ان الصفه كلمه واي، وممكن استبدل اكت ببيهيف او كوندكت، واستبدل واي بمين؟ بمانر او بيهيفير. يا رب تكون الملحوظه دي وصلت وتكون بسيطه وسهله علينا.
خلاصه الكلام الصيغه المنتهيه بان واي بتيجي بعد فيرب تو بي. عايز اخليها ظرف هحطها بين كلمه اكت ان ايه او ان وتحط لي الصفه ايه؟ الصفه واي. يبقى بحط لي كلمه اكت ان الصفه واي. ممكن استبدل اكت بمين زي ما قلنا ببيهيف او كوندكت. ممكن تيجي عندي في جمله في الاختيارات مثلا بدل كلمه واي يبقى مانر او ايه؟ بيهيفير. ارجو تكونوا استفدتوا من الفيديو البسيط ده والمعلومه البسيطه الخفيفه ديت، ومع لقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمه تكونوا مستفيدين منها ان شاء الله.